أنا سميتي صفاء، كنسكن في جديدة، هي تابعة لدكالة. هاد البلاصة صغيرة بزاف، كل شي تما كيعرف بعضياتو. في الربيع اللي فات بحال هاد الوقت مشيت عند خالي لاباس عليه، عنده واحد الفيرما في دكالة على الطريق قبل ما توصل العروبية. زوينة بزاف هذيك البلاصة، خصوصا في الربيع، ما حداه حتى حد، جا منو الخلا، دارو كبيرة بزاف وفيها الخيل والنعاج والدجاج، زوينة وكيعجبك فيها الحال. بعض المرات كانت كتبان لنا شي حوايج غريبة في الفيرما، ولكن أنا وصحاباتي ما كناش كنتسوقوا لهاد الشي، باغين غير ندوزوا الوقت ونضحكوا ونلعبوا من بعد ما سالينا القراية. كنا كنسمعوا صوت الأغاني وأصوات المضاربة، بحال شي مرة كتغوت مضاربة مع شي حد، والصوت جاي من حدا شي مزرعة تما، ولكن ما كاينينش الديور حداه، جا معزول. يمكن يكون شي جن ولا شي حاجة تما، ويمكن يكونوا من شي فيرما اللي حدا خالي. احنا ما عارفين شو، ما باغينش نعرفوا. شويه وحنا كنبداو نسمعوا الصوت كيعلى بزاف، الغوت والموسيقى، وانا وصحاباتي وحنا نقولوا علاش ما نبركوش ونشعلوا العافيه ونبداو كل وحده فينا تقول لنا قصص اللي وقعات ليها، ولا قصص حقيقيه سمعتها من شي واحد وقعت ليه. المهم اليوم غادي نديروا واحد نهار خاص، غادي نديروا قصص الرعب نعاودوها لبعضياتنا، ولكن أخطر قصة رعب هي واحد القصة اللي قالتها لينا صاحبتي. هاد القصة وقعت لواحد السيد كيسكن حداهم، بالضبط وقعت بفيرما في دكالة اللي قلت لكم قريبة من جديدة، ولكن هي فيها فيرمات والفلاحة، ماشي بحال المدينة. فين ما مشيتي كتلقى الفيرمات، وفي نفس الوقت فيهم ديور عاديين، كل واحد باني بوحده، كل واحد على قد جهده. هاد الديور كانوا قراب من الفيرمات الكبار والديور ديال صحاب الفلوس، وتما فين كتسكن صاحبتي كاين ناس بزاف عندهم فيرمات تما، شي داير الفيرما ديالو للتخيام في الصيف، شي دايرها كيكريها الناس اللي جايين من المدينه بحال الدار البيضاء ومراكش، وكاينين الناس اللي كيستخدموها باش يزرعوا فيها وربيو فيها الغنام والبقار ويبيعوه في العيد، دايرينها معيشه ديالهم. وكاين اللي تحول يسكن في المدينه وخلى الفيرما ديالو تما ونساها وولات مهجوره. ابطال القصه ديالنا اليوم هما 3 ديال الدراري عمرهم بالعشرينات، واحد فيهم عنده 20 عام، واحد 21، واكبر واحد عنده 22 عام. هاد الدراري متقاربين في العمر، وهما عزيز عليهم البيوت المهجوره والبيوت المسكونه، عزيز عليهم بالعربيه المغامرات والقصص ديال الجن، ويمشيو يكتشفوا المغامرات. فين ما سمعوا شي بلاصه مهجوره كيمشيو ليها، ما كيتيقوش داكشي اللي كيتقال على الجن. عزيز عليهم يديروا بحال المشهورين، يمشيو للاماكن المهجوره بحال كما كيشوفوا في الفيسبوك والسناب، وهما مغامرين وعزيز عليهم يمشيو لجميع الاماكن المسكونه، ما خلاو حتى بلاصه مسكونه ما مشاو ليها، ويبداو يغوتوا ويخلعوا في بعضياتهم. المهم كيدوزوا نهار زوين، وكياخذوا معاهم شي واحد من صحابهم اللي كيكون باقي ما عندوش مع هادشي، وكيديوه وكيخلعوه وكيخرجوها منه خلع. وواحد النهار هو يقول لهم واحد صاحبهم جبت ليكم واحد البلان ناطي، سمعت بلا كاينه واحد الفيرما مهجوره في دكاله. عجبهم الحال من اللي سمعوها قريبه ليهم، هما سكان جديده نواحي دكاله، سولوا على الفيرما المسكونه، كاع الناس كتقول لهم بلا بصح مسكونه، بعدوا منها، ما عندكم ما تمشيو ديروا فيها. ملي سمعوا هاد الشيء عاد فين زاد عجبهم الحال، وبغاو يمشيو يكتشفوا شنو كاين تما. قالوا من زمان وحنا كنقلبوا على شي بيت ولا شي بلاصه مهجوره ديال بصح، داك الشيء كله اللي كنا كنسمعوه كان غير كذوب. بغينا نشوفوا هاد الجن كي داير وشنو كيدير. اتفقوا باش يمشيو وفرحانين وكيوجدوا في راسهم، ولكن ما كانوش عارفين شنو كيتسناهم تما. في النهار الثاني تلاقاو فرحانين وعجبهم الحال، باغيين يمشيو لهاد الفيرما المهجوره باش يكتشفوها. سمعوا عليها بزاف ديال الهضره، وتاكدوا من بزاف ديال الناس بما هاد الخبار اللي سمعوا صحيحه. سمعوا عليها شي قصص كتدخل العقل وشي قصص ما كتدخلش العقل. هما بغاو يتاكدوا من هاد الهضره اللي كيسمعوا، وما كانوش عارفين انه يمكن يأذيو راسهم ويأذيو حتى عائلتهم بهاد الفعيل اللي كيديروا فيها. ديما ملي كيمشيو هاد الدراري لهاد البلايص المهجوره كيخيموا فيها، كيديروا فيها بحال غادي لشي رحله، كيديو معاهم غداهم وعشاهم والخيمه ديالهم، وكيدوزوا النهار فيها حتى الليل وكيرجعوا من ورا 12.
المهم انهم ما كيباتوش في شي بلاصه. في نص الليل كتلقاهم راجعين بلا ما يباتوا، كيرجعوا في نصاصات الليل. داو معاهم كل شي قبل ما يمشيو لهاد الفيرما المنحوسه. بقاو غادين وصلوا لواحد البلاصه زوينه فيها الربيع وفيها تقريبا الدخله ديال الدكاله. حطوا الخيمه ديالهم وجهزوا هادشي ومشاو حطوا خيمتهم، شعلوا الفاخر وطيبوا الغداء وتغداو. من بعد الغداء نعسوا، ما فاقوا حتى المغرب. وهما يقولوا لواحد صاحبهم: نوض صاحبي عمر لينا واحد كاس ديال اتاي، راه الجمر باقي شاعل. وما كانوش عارفين باللي هذا هو سبب مصيبتهم. ناض صاحبهم وصوب ليهم اتاي، وملي كب ليهم اتاي كان سخون وباسل، ما عجبهمش. وهو واحد صاحبهم هو يقول لي: اش هاد اتاي يا صاحبي درتي لينا، مالو هكا باسل؟ شدو خواه على الارض باش يعاود يصوب واحد كاس ديال اتاي مشحر مزيان. الجو كان زوين بزاف. ملي خوا داك اتاي هو يتقلب الغبار والعجاج وطفات ليهم العافيه، ما بقاتش باغا تشعل والغبره بزاف. الجو ولا مغبر. قالوا نوضوا نبدلوا البلاصه، كيفاش غادي نبركوا في هاد الغبره؟ صافي نوضوا نمشيو لهذيك الفيرما المسكونه باش نشوفوا هذاك السر اللي حنا جايين على قبله. اش بغينا بشي اتاي؟ الدنيا تغبرات. وصلوا للفيرما ودخلوا ليها. كانت معهم واحد الطوموبيل كارينها. هاد المزرعه كانت كبيره بزاف، وقالوا خلينا نكتشفوها بالطوموبيل. الا كانت شي حاجه فيها ديال بصح من جنون ولا مسكونه نهربوا بالزربه. هذيك الفيرما كان فيها شجر كبير وقديم ناشف، ما مزروع فيها حتى حاجه، فيها غير شجر طويل وناشف باين ما مزروعش من زمان، دايره بحال شي غابه. شافوا ما كاين فيها حد غير الشجر، وبير قديم ودار قديمه صغيره مهجوره فيها 2 بيوت بلا شراجم بلا بيبان وعامره بالحجر. الدراري عجبهم الحال، قالوا هذا هو اللي كنا كنقلبوا عليه. الفيرما باينه مسكونه. نزلوا حطوا الخيمه، فرشوها بعيده على الدار تقريبا بشي 2 متر. بركوا وشعلوا الموسيقى. قالوا خلي حتى توصل 12 ونوضوا نكتشفوا شنو كاين هنا. هذا هو الوقت المناسب باش نعيشوا جو الجن والشياطين. بركوا يضحكوا ويقولوا في النكات ويخلعوا في بعضياتهم شويه وهما يقولوا: وإلا طلع بصح فيها الجن اشنو غادي نديروا؟ واش القصص اللي سمعناها بصح؟ بداو كيفكروا شويه، شعلوا الموسيقى بالجهد وكيضحكوا وعجبهم الحال. جا وقت العشاء، ولكن اش وقع؟ واحد فيهم بدا كيدور يشوف اش كاين. بدا كيتمشى حدا البير وكيدور باغي يلقى شي حاجه غريبه من الهضره اللي قالوا ليه الناس. بدا كينزل الظلام بزاف وما كانش الضوء لا ديال القمره لا ديال النجوم. وقف حدا البير وهو تهزو التبوريش عن صبعه الصغير، ما مرتاحش لهاد البلاصه، بحال شي حاجه كاينه هنا، بحال حس بشي حاجه كتقول ليه هاد البلاصه راها غريبه، فيها شي حاجه ماشي بحال البلايص اللي جربتيهم من قبل. مع انه هاد الولد كان موالف بالبلايص المهجورين بزاف وما كيخافش، هذا هو الزعم في صحابه وكان عادي عنده كل شيء. ولكن هاد المره حس بشي حاجه ماشي هي هادي. نزل عليهم الظلام. وصلت الساعه 11 بالليل. بداو يهضروا على قصص الجن اللي سمعوها واللي قالوا ليهم الناس. هادو كيبغيو يعيشوا جو الرعب، هما اصلا كيمشيو باش يعيشوا جو الرعب. شعلوا البيل باش يشوفوا على الاقل بعضياتهم، لانه السما كحلا هذاك النهار ما طالعش فيها الضوء. هذاك الليل كانوا معلين الموسيقى حتى وصلت 12 بالليل. ناض واحد صاحبهم قال: انا غادي نكتشف دابا الفيرما، هي وصلت الساعه 12 والدار هادي انا غادي نبدا بها هي الاولى. وداك الشيء اللي دار، خدا البيل وبقى غادي مشى للبيت. صوت الاغاني عالي بزاف. تبعو صاحبه الثاني قال لي: اجي نمشيو مع بعضياتنا. هو يضحك عليه قال لي: مالك خفت يا صاحبي؟ قال لي: لا خلينا مع بعضياتنا، عندنا غير بيل واحد، وإلا وقعت شي حاجه نكونوا كنا مع بعضياتنا، نهزوا بعضياتنا ونهربوا. قال لي: والله لا مشيتي معايا غادي نمشي بوحدي ونشوف هاد الاساطير وهاد الكذوب كامل اللي كيقولوها ما كاينش منها هاد الشيء، غنشوف هاد الكذوب ديال الناس فين غادي توصل. هو يقول لي: اللي عجبك. خلى صاحبه ومشى حدا البير. شويه وصوت الاغاني تقطع. هنا ما فهم والو، كيف الصوت تقطع؟ رجع حدا الطوموبيل يجري،
يشوف. يسحب ليه صاحبهم الثالث كيخلعهم، طفى عليهم الموسيقى باش يرجعوا، ولكن ملي رجع للطوموبيل لقى السلك مقطع. قال لصاحبه، قال لي هذا ماشي وقت طفل يا صاحبي تقطع لينا السلك ديال الباف. قال لي انا ما قطعت والو. تعجب، كيفاش ما قطعتي والو؟ وشكون قطعو؟ تخلع. ويقول هذاك صاحبي حدا البير وانا كنت حدا الدار، كاين هذا حدا الطوموبيل، هو اللي مقطع. الا ما قطع شكون يعني غيقطع؟ وهو يقول لي صاحبه، راه قلت لك صاحبي ما قطعت والو، ماشي انت باغي تغامر؟ ايوا هي بدات لك المغامره وهو بدا الاكشن. وقال ليه حط في راسك راه ماشي انا اللي قطعتها. شويه هما كيهضروا جات واحد ضربه قاصحه من الاخر الفيرما، والضربه قريبه البير اللي واقف حداه صاحبهم طاح في السريج اللي حدا البير. مشاو عند صاحبهم قالوا لي مالك اشنو واقع؟ قال لهم والو، غير انا سمعت واحد الضربه خفت وانا نطيح في السريج. بداو كيضحكوا عليه وقالوا ليه باغي تخلعنا، كسحاب لك حنا غنطيقوك. صاحبهم يحلف ويعاود باللي راه سمع شي ضربه ومن الخلعه طاح. وهما باركين كيهضروا شافوا الحجره اللي طاحت حدا البير وضربات في الحديده على الارض كتحرك بحال فيها شي واحد كيجرها. تلفت واحد فيهم للتاني وقال لي واقيلا هاد الفيرما فيها الجن ديال بصح، وهما كيخلعوا فينا باش نطلعوا من هنا، هذه راه فعيلهم راه كيديروها. ضحك واحد فيهم وقال ليه واقيلا تخلعت يا صاحبي. رد عليه صاحبه وقال لي انا اصلا كنت كنخاف ما نجيش معاك لهاد البلاصه من الاول. رجع تاني هذاك اللي باغي يكتشف البيت بوحدو، خدا البيل ومشى للبيت. اصحابو خافوا عليه ما بغاوش يخليوه يمشي بوحدو، حلف عليهم عمرو ما يبقى يخرج معاهم الا جاو معاه، خلاوه يمشي بوحدو. مشى بوحدو للبيت المهجور، قلبه مقبوض وشاداه تبوريشه، حاس بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، حاس بحال شي واحد كيشوف فيه من الداخل ديال ديك الدار. بقى غادي خطوه 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 ويقنع في راسو بلي راه ما كاين والو، غير كيتخيل ليه باش يوري لصحابو انه هو ما كيخافش وهو راه قلبه قوي. ولكن اول ما حط رجليه في هذاك البيت لقى البلاصه كلها حجر ووسخ وزبل، والبيت مهجور تاع بصح، ما لقى والو في البيت الاول. مشى للبيت الثاني حيت ما فيهمش الشراجم والبيبان، غادي وكيحفظ غير على الخناشي والحجر والقابص باش يقطع البيت الثاني. وملي قرب البيت الثاني هز راسو هز معاه البيل وهو يشوف اللي عمرو ما شافه في حياته. شاف واحد الظل ديال واحد الراجل واقف قدامه من الخلعه، شاق بسم الله الرحمن الرحيم ويطيح البيل من يديه بالخلعه. تلفت وراه بالزربه وبغى يطلع من الدار، ما بقى مفكر في والو، باغي غير ينوض ويهرب. ولكن البيت كان مظلم ما كتشوف والو. تخيل معايا انت كتجري في شي بلاصه مظلمه واخا تكون في داركم ما كاينش الضوء وحاس بالخلعه، كيفاش غادي تحس؟ وما عارفش منين يطلع وهو كيجري تعكل بشي حاجه وطاح. اصحابو سمعوا صوت صاحبهم كيغوت، مشاو كيجريو عنده، خافوا عليه بزاف وتخلعوا عليه. مشاو للبيت لقاو صاحبهم طايح على الارض وروحه كطلع. قال لي صاحبه مالك اشنو شفتي؟ قول لينا. وهو يقول لهم على الظل اللي شافوه، وما يبداو كيضحكوا عليه. قالوا ليه انت واحد خواف، بارك ما تخيل علينا شي حوايج ما كاينينش. وهذا صاحبه اللي بدا كيضحك عليه قال ليه الا هذا اللي شفتيه الا كان راجل خليه يطلع ليا. ملي كمل هضرته جا واحد من وراه دفعه وطيحوه على الارض، بدا كيغوت ويطلب من صحابه يعاونوه وكيقول لهم رجلي كتحرق والعافيه شاعله في البيت، طفيوها. صحابه كيقولوا ليه ما كاين والو، باش فينا والو، وهو كيغوت وكيحس بالحريق في رجليه. ولكن البيت في الحقيقه ما فيه والو. بداو كيشوفوا في بعضياتهم وقالوا وقيل البلاصه هذه فيها الجن، خلينا ناخذوا صاحبنا ونطلعوا. جروا صاحبهم وهما طالعين وهو كيغوت وكيقول طفيوا العافيه رجليه كتحرق، وهما مش شايفين والو. شويه صاحبهم سكت ورجع لحالته الطبيعيه عادي. سولوه قالوا لي حاس بشي حاجه؟ قال لهم بحال نسى كل شي، داكشي اللي كان كيهضر ملي خرجوا من الدار، ما فهموا والو. يلا حطوا رجليهم برا الدار وهي تفرقع هذيك الدار وتحرقات. وقفوا مصدومين ملي شافوه، شكون اللي شعل العافيه وشكون اللي حرق البيت؟ وصاحبنا واش بصح كان كيشوف العافيه اللي كانت في البيت؟ واش بصح رجليه محروقين؟
حنا ما كيبان لينا والو من هادشي، شنو القصة؟ والظل اللي قال لنا عليه واش بصح كاين؟ ما بقاو فاهمين والو. شوية وهما يسمعوا واحد الصوت ديال واحد الدري صغير كيبكي طالع من وسط البيت اللي شاعله فيه العافية. واش بصح هذا الدري الصغير ديال بصح ولا جن؟ ويلا او يلا كنا تما لداخل ما بان لينا والو. عطاوها للجري للطوموبيل اللي كانت بعيدة على الدار ب2 متر. ملي قربوا للطوموبيل شافوا اللي كان كيتسناهم راجل عند الطوموبيل كحل في كحل، وداك الليل قلت لكم ما كانتش طالعه فيه القمره، كله كحل، بان ليهم غير الكحوليه ولكن شي حاجه كتحرك. راجل تما وما يقولوا هذا شي واحد جاي يشفر الطوموبيل، خلينا نشدوه. صاحبهم اللي كان كيحس برجليه كتحرق كان كيعرج، بقات يمشي بالزربه. ملي قربوا من داك الراجل غير وصلوا حداه وهو يغبر، وهما يقولوا خلينا نطلع من هنا، هاد الفيرمه مسكونه بالجن ديال بصح، هادي فعايلهم وكيديروا لينا هكا باش يخلعونا وخليونا نمشيو. يا الله نجمعوا حوايجنا ونمشيو قبل ما يأذيونا. مشاو كيجمعوا في الخيمه اللي كانوا حاطين، وداكشي اللي جابوا معاهم خلاو صاحبهم اللي كيعرج بارك في الطوموبيل، بارك يشوف وساكت مصدوم، وهما مخلوعين وكيترعدوا. جمعوا داكشي وركبوا في الطوموبيل، بغاو يشعلوها يقلبوا على الساروت ما لقاوش. قلب والو، كلهم كيقلبوا في جيوبهم. بقاو يقلبوا على الساروت، نزلوا من الطوموبيل يقلبوا في الارض، وهو واحد فيهم نزل راسه من تحت الطوموبيل لقى راجل وجهه محروق كيخلع بزاف. خاف الولد وبدا كيغوت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. شويه هو يغبر وهو يقول ليه صاحبه اماك صاحبي؟ قال ليه والو ما كاين والو، غير يمكن طيحت الساروت في البيت ملي شفت هذاك الظل وتخلعت، ملي طحت يمكن طاح لي الساروت تما. صاحبهم اللي في الطوموبيل بارك وساكت بحال ما كاينش معاهم في هذا العالم، وهما راجعين لديك الدار باش يقلبوا على الساروت. ضروري خاصهم يشعلوا الطوموبيل، قلبهم كيضربوا خايفين. الا دخلوا تاني لديك الدار ترجع تشعل فيها العافيه، بداو كيتخيلوا شي حوايج اللي ممكن توقع لهم، ولكن ضروري من الساروت. دخلوا البيت لقاو الساروت فين كان طايح. اول ما هز الساروت سمعوا صوت غوته بالجهد، صوت جاي من الطوموبيل، صوت صاحبهم اللي كان ساكت. رجعوا كيجريو عنده، لقاو صاحبهم تحت الكوسان كيغوت عتقوني باغي يقتلني. قالوا ليه شكون اللي باغي يقتلك؟ قال لهم طلعوني من هنا غادي يذبحني، غادي يشعل فيا العافيه. شعلوا الطوموبيل وخرجوا هما غاديين. تلفت صاحبه اللور وهو يشوف مرا شارفه كتشوف فيهم. طلعوا من الفيرمه ومشاو لواحد المطعم شراو الماء والعصير. صاحبهم كيترعب قال لي مالك؟ قال لي الا قلت لك انا مالي غادي يسحب ليك غير مسطي. قالوا لي غير قول. قال انا ملي كنت في داك البيت المسكون وانت ملي كنت طيح وانا جيت نشوفك مالك. قال لي في داك الداخل ديال ديك الدار كان واحد الظل وبديت كنضحك وقلت لك الا كان راجل خليه يطلع ليا. تما حسيت بواحد الضربه خبطتني خبطه وطحت على راسي، وقال لي في ودني غادي نحرقك كيما حرقتي ولدي. صحابو ما تيقوش، هو يقول لهم حيت انا كبيت اتاي سخون على ولده تحرق وهو غادي ينتقم مني. صحابو ما تيقوش ورجعوا لديورهم، كل واحد مشى لدارو. فاقوا تاني يوم، ملي فاق واحد فيهم لقى خو هذاك صاحبه ملي كان كيحس بالحريق في رجليه واقف عند راسه، بقى كيشوف فيه ما فهم والو، وهو يقول ليه البارح فين كنتو؟ او كيفاش تعرفنا كنا طالعين المغامره؟ وشكون قال لي احنا كنا طالعين؟ هو يقول ليه كلشي. هو يقول ليه الله يسمح ليكم خرجتوا على خويا من البارح وحنا في السبيطارات كنجريو فيه رجليه محروقين، وكيف ما اديتوا الجن جاي اديكم. وبقى ديما كيسمع غادي نحرقك كيما حرقتي ولدي الصغير.